أخبار مبشرة جدًا عن عودة مصابين النادي الأهلي، بالنسبة لمروان عطية خلال 3 أسابيع هيرجع يتمرّن بالكورة بشكل طبيعي، وإن شاء الله يرجع لمستواه أفضل من مستواه إن شاء الله، تمام، كلنا منتظرين مروان عطية لاعب إمكانياته كويسة جدًا، ومعتمدين عليه بشكل شبه أساسي، تمام، ده بالنسبة لمروان عطية. بالنسبة لإمام عاشور، إمام عاشور رجع يتمرّن بالكورة النهارده أو بكرة بالكتير هيرجع يتمرّن بالكورة بشكل منفرد، وخلال 10 أيام هيرجع يتمرّن بالكورة هيرجع يتمرّن مع الفريق بشكل طبيعي بدون وجود أي مشاكل، واللاعب فيه تحسُّن في شفائه في الوقت الحالي، والحمد لله يعني دي حاجة كويسة إن إمام تتحسّن في وقت أسرع، تمام، ده بالنسبة لأخبار المصابين. الموضوع التاني معانا هو موضوع أزمة كريستو اللي أنا كلمتك عليها قبل كده، وأزمة النجم الساحلي وإيقاف قيد النادي النجم الساحلي، تمام. امبارح نادي النجم الساحلي امبارح يوم الجمعة أعلن عن فك القيد، وكمان أعلن عن صفقة محمد الضو كريستو لاعبًا لنادي الصفاقسي التونسي، تمام، نادي النجم الساحلي. وبالنسبة كده أزمة محمد الضو كريستو انتهت، عقبال أزمة رضا سليم كمان.